السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يوم جديد من ايام الشهر الكريم علينا ان شاء الله. هنعمل النهاردة اكلة جميلة جدا، بس قبل اي حاجة سمي الله ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طاجن، صينية، ايا كان اللي هنحطه فيه. هنعمل صينية بطاطس البيوريه باللحمة المفرومة، جميلة جدا جدا. وأنا من الشخصيات اللي بتفضل الطواجن والصواني والنواشف عموما في الشهر الكريم. أول حاجة معايا هنا كيلو من البطاطس، أنا مقطعاها الحجم ده وهنسلقها. ومعايا ربع مفروم، الكيلو بياخد ربع مفروم، تمام. و3 حبات طماطم وبصلتين، ومخرطه عليه قرن فلفل حامي كبير. بالنسبه للفلفل الحامي حسب ما بتحبي الحاجه الحاره او عادي يعني. دي اول حاجه هعملها. هنعمل ايه؟ هنجيب حله وننزل البطاطس ونحطها على البوتاجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البطاطس بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي، انا حطيت البطاطس خلاص على البوتاجاز وحطيت لها الملح بتاعها، سيبها بقى تستوي، تمام. هنعمل ايه بقى؟ حطيت هنا حله، حطيت معلقتين من الزيت. اول حاجه هننزل بالبصله والفلفل مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان نعمل العصاج بتاعنا. هي كده داخله على انها تتبل. هنزل باللحمه المفرومه، بسم الله الرحمن الرحيم. فلفل اسمر، كزبره، ما تنسوش الكزبره مع العصاج حلو قوي. وهننزل بمكعب المرق، بيطعمها كده ويديها طعم حلو قوي. بصوا حبايبي بقى، هنزل بالطماطم القطع، بصوا حبايبي، ده السبع بهارات اللي انا عاملاها معاكم اهي، حطوا منها. تدي بقى ريحه وطعم فظيعه. طبعا القوطه دي كلها هتدوب دلوقتي، وهنشوف لما نسيبها ايه تستوي كله مع بعضه بقى. طبعا لما تستوي مش هيبقى فيه قطع الطماطم بالحجم ده. هغطي عليها. عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا عامله جنب البطاطس البيوريه باللحمه المفرومه، انا هنا مقطعه بتنجان رومي، هقليه وهعمله طاجن بتنجان، سواء بقى باللحمه سواء بالجبن، هنشوف مع بعض. المهم ان انا عامله اكل النهارده يعتبر اكل بالعيش. هبعد شويه عن الرز والمكرونه من اول رمضان، فحبيت اغير بقى، فهقلي بقى الايه، بتنجان. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنشوف طاجن المسقعه باللحمه المفرومه وبالجبنه شكله ايه، ويبقى جميل جدا بالعيش مع البطاطس البيوريه واللحمه المفرومه مع بعض. بصوا حبايبي، ادي البطاطس سلقتها وصفتها وهرستها.
ماشي. عشان نعملها في الصينيه وتبقى مفروده كده كريمي كده، هنحط معلقتين سمنه بلدي عليها عشان تفرد وتبقى سهله معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكمان السمنه هتديها طعم حلو جدا جدا، خصوصا السمنه البلدي، يا سمنه يا زبده، لكن نباتي ما افضلش. ممكن حطي زيت ذره. بصي السمنه اهي بتخليها كريمي خالص كده. طبعا انا حاطه لها ملح وهي بتتسلق. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه بقى ادخل السمنه كده هي كده خلاص. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب بسم الله الرحمن الرحيم البايركس بتاعنا وهنحط فيه معلقه من الزيت اهم حاجه الجناب، يعني وانتي بتعملي كده في ارضيه البايركس الجناب. ثواني عشان الاحتكاك بس. طبعا انا محتاجه الطاجن، فالزيت هنا جه زياده شويه فهفضي في الطاجن. بسم الله. هنقسم بقى البطاطس بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده. بصوا يا حبايبي، هي خلاص كده خدت الايه. احنا كده كده هنحط العصاج عليها، بس لازم نتاكد ان هي في الصينيه كلها. هننزل هنفرد كده الاول. جربيها هتعجبك ان شاء الله. طبعا هي معروفه، في ناس كتير طبعا بتعملها، واللي ما يعرفهاش بقى يجربها. ولو عجبك الفيديو اهم حاجه فضلا وليس امرا لو سمحت حطوا لي لايك. عارفين ان اللايك ده بيرفع الفيديو ويخليه يوصل لاكبر عدد من الناس. شكرا لكم في الاول وفي الاخر على المشاهده وعلى اللايك. شكرا لكم، كل سنه وانتم طيبين. بصوا هنا انا معايا هنا جبنه. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا ميكس جبن. كفايه كده عشان انا مش عايزه طعم كده. حبايبي ننزل بقى طبقه اهي وش. بالراحه خالص بقى نفرد كده عشان نغطي الطاجن كله. بالراحه خالص كده. وعلشان تسهلي لنفسك نعمل ايه؟ نحط معلقه من الزيت بس كده بظهر المعلقه.
بصوا يا حبايبي خلاص انا كده قفلت الطاجن. هنزل بقى على الوش. عايزه اقول لكم ان بالنسبه لتسويه الوش ممكن تحطي بقسماط بس او تحطي جبن. هدخله الفرن بقى. خدي عشان تحطيه في الفرن. مش هنكمل مع بعض. بصوا حبايبي هنعمل الاكله التانية. هنعمل طاجن المسقعه باللحمه المفرومه. بعملها لان صديقتي وحبيبتي طلبتها مني اكتر من مره، فانا النهارده فعلا من ضمن الاكلات اللي بالعيش طبعا طاجن المسقعه. مش هعمل رز النهارده ولا مكرونات ولا اي حاجه، بصراحه معدتي وجعتني من الرز والمكرونه. فزي ما عملنا البطاطس البيوريه باللحمه المفرومه هنعمل الطاجن كمان بتاع المسقعه، وهنشوف هنحط ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول انا بفرد كده. دي بواقي العصاج اللي عندي، يعني انا ايه هو نفس العصاج كده في الارضيه كده زي ما انتم شايفين. بصوا اهو فرشته. وكمان بقى هنزل بالبتنجان الجميل بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حطي بقى معاه فلفل، ظبطي بقى. وهننزل بباقي العصاج اللي عندي. ونكمل البتنجان بتاعنا. انا كده خلصت، بس بحط حاجه واحده بس. جبت معلقتين من الصلصه على معلقتين ميه، ان انا مش عايزه اعمل صلصه، يعني مش عايزه اعمل لها صلصه عشان الحمو وكده، وانتوا عارفين بقى الحموضه وكده. فاضل حاجه واحده وادخلها الفرن. مسقعه اللحمه المفرومه بميكس الجبن. جربي ومش هتخسري اي حاجه. هدخلها الفرن، ولما تطلع ان شاء الله هنشوف طاجن البطاطس البيوريه باللحمه المفرومه والجبنه ميكس الجبن مع طاجن المسقعه باللحمه المفرومه وبردك بميكس الجبن، وهتروحوا في اي حته. وده حبايبي البطاطس خرجت من الفرن اهي لسه حالا ماشي. وكمان خرج معاها طاجن المسقعه باللحمه المفرومه والميكس الجبن. جربوها هتعجبكم جدا 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 ان شاء الله، تعجبكم باذن الله. وده الطبق الرئيسي طبعا الاكل بعيش. عايزه بس اقطع معاكم كده وهي سخنه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا المنظر. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. لو عجبك بقى الفيديو حطي لي لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من مطبخ بنت ريحان. وشكرا لكم وفي حفظ الله وامنه، ومع السلامه. وكل سنه وانتم طيبين، يوم من ايام رمضان الشهر الكريم علينا وعليكم باذن الله. مع السلامه.